الحاجة الأخرى اللي باقي ما عرفتش على دولة ليتوانيا وهو أنها بلا بلوكاج بلا ضامن، كاينين بعض التغيرات. يكفي تواصلوا معنا، حنا غادي نجيكم ليها. لأي واحد بغى يقرا في دولة ليتوانيا، وهو طالب سعد مشى مع المكتب ديالنا في دولة كيف ما قلنا دولة ضمن الاتحاد الأوروبي بلا ضامن بلا بلوكاج، يعني ضمن راسو براسو وما احتاجش أنه يبلوكي الفلوس بحال مثلا فرنسا ولا الإسبان ولا دول أخرى. واش هادشي بصح؟ هادشي بصح، ما كانش عندي ضامن، ما طلبوش ليا زعما في البروسيدور ديال الدفع، وفي نفس الوقت ما طلبوش ليا البلوكاج، يعني ما اضطريتش اني نقلب على واحد المبلغ ديال الفلوس باش نبلوكيه في البنك على قبل الدفع ديال الاقامه. وشنو كانت اصعب حاجه في هذا المسار هذا باش تاخذ الاقامه ديالك، باش تكمل القرايه ديالك في دوله ليتوانيا؟ نقدر نقول لك التجربه اللي جاتني شويه صعيبه، حيت كما كتعرف كما كيعرفوا الناس اللي كيتفرجوا، باش تدفع ولا باش دير البصمه ديالك على قبل الاقامه خاص ضروري تمشي للدوله ديال تركيا، حيت ما عندناش حنايا سفاره هنا في المغرب. وهاد التجربه الصراحه جاتني انا شويه جديده شويه صعيبه، بالاخص ان اول مره غادي نخرج برا المغرب، في نفس الوقت الدوله ديال تركيا اللغه ديالهم جديده علينا. دونك كانت تجربه اللي صعيبه شويه، ولكن في نفس الوقت تعلمت منها بزاف. طيب، كيفاش كانت ردة الفعل العائله ديالك منين عرفوا انك خديتي الاقامه ديالك؟ صراحه فرحوا بزاف، يعني كما كنقول لك ماما هي الاولى قلتها ليها حيت كانت ديك الساعه فايقه. مشات مسكينه سجدات الله، حمد الله حيت ديك الساعه خرجت لنا اقامه تسنيناها. والوالد ديالي كان ديك الساعه خدام، عيطت ليه حتى هو ما قداتو فرحه، جاوبني وبارك ليا وفرح بزاف. مبروك عليك، حتى حنا شكرا. فرحانين لك. خاصكم تعرفوا بلي الفرحه ديالنا راه عاد تكمل، يعني ملي كيف ما تشوف في الجروب ديالنا اللي مجموعين، اي واحد تياخذ الاقامه ديالو كلشي تيفرح، كلشي تيبارك له انه مبروك عليه. كذلك خاصكم تعرفوا معنا راه تيكون واحد المجموعه اللي فيها جميع الطلبه، يعني بيان سور غيولي عندك صحاب، درتي صحاب مع المكتب ديالنا. اه هذه حاجه حبستني، اسمعني نقاطعك، هذه حاجه حبستني بزاف من النهار الاول جيت عندكم وقلت لي بلي دايرين جروب واتساب، كان ديك الساعه فيه واقع شي 86 واحد. دخلت شفت باللي الناس تما كيتعاونوا مع بعضياتهم، شي واحد خاصه شي حاجه كيسول الدراري كيجاوبوه. او ميم طون ملي كتكون غادي تمشي للرونديفو ديالك في تركيا، كانوا شي وحدين غاديين كنمشيو مجموعين، تمشي مجموع مع شي 3 ولا 4 ديال الناس من بلادك احسن من انك تمشي لراسك. حتى هذا واحد داكشي اللي لافونتاج كبير. تنخدموا عليه، يعني تنخدموا على حتى هذا العامل هذا كذلك. دائما تيكونوا شي حوايج اللي جداد، يعني حنا ماشي ما كاينش مفاجآت. يعني مثلا هو غاديين ولا وقعت شي حاجه تتفاجئوا على شنو هي هذه، يعني بزاف ديال الطلبه تيقول لك فوالا انا مشيت مع عند هذا ولا هذا، وكل مره جاب لي شي حاجه جديده. واش معنا حنا تجيك ديك على شي حاجه جديده انت ما عارفاش؟ لا ديما كتوجدونا لكل شيء، الدراري اللي كانوا مشاو قبل منك يعاودوا لك على التجربه ديالو، يعني كتكون اي حاجه طرات لك انت اصلا راك عارفها، شي واحد عاودها قبل منك، يعني ما كاينش شي مفاجاه في الطريق.